سلطة الحياتي كلها أسرار وتكات، هتلاقوها عندي في قناتي. أنا واثقة ومتأكدة لو عملتيها بطريقتي هتطلع أحلى بكتير من بتاعة بره. الفيديو اللي فات عملت معاكم الكفتة المشوية، قلت لازم أنزل لكم السلطة عشان تبقى كده عملت اللي عليا. المية بتاعتها طعمها ولا أحلى من كده، ومش مجرد تقطيع وخضار وخلاص. كملي الفيديو معايا وانت تعرفي كل الاسرار. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب لمنوعات للورندا. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه، واتمنى تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم عشان تعم الفايده للجميع وتكلمنا كتير. ويلا بينا على الفيديو السهل البسيط. هنا المكونات بتاعتنا عبارة عن طماطم وخيار وفلفل حار، وتقدري كمان تحطي فلفل رومي، تقدري كمان تحطي جزرايه طبعا، وهنحط كمان بصل. اول حاجة في السلطة واول سر من اسرار السلطة ان احنا لازم نقطع الخضار بتاعنا تقطيعة كبيرة شوية. دي اول خطوة، واكيد كنتوا بتلاحظوها في بعض المحلات او في المحلات. بنقطعها بقطعها على ايديكي، قطعها على قطعها، المهم قطعت التقطيعة تكون كبيرة شوية، لان السلطة دي كل ما قعدت في التلاجة كل ما زادت حلاوتها اكتر. اول حاجة هنقطع الطماطم بالشكل اللي انتوا شايفينه. تاني حاجة الخيار هنقطعه برضو تقطيعة مش كبيرة اوي، متوسطة برضو، يعني حاولي تظبطي ايديكي كده في التقطيع. انا قلت لكم مش مجرد تقطيع وخلاص، هتعرفي هنا كل الاسرار اللي موجوده في السلطه، وانا واثقه ومتاكده ان انت لو عملتيها بنفس التكات دي هتوصلي لنتيجه رائعه، واي حد هياكلها عندك والله هيقولك انت عاملاها ازاي. والله بجد امشي على الاسرار دي وانت هتطلعي احلى سلطه. هنا هنقطع برضو الخيار بالشكل اللي انتوا شايفينه. تمام كده، تمام كده. بعد ما نقطع الخيار وقطعنا الطماطم هنبدأ بقى نعمل ايه، نشيلهم كده ونحطهم في بولة عشان نوسع مكان لتقطيع الحاجات التانية. طبعا انت تقدري تعملي تضاعفي الكمية زي ما انت عايزة، كل ما قعدت في التلاجة كل ما حلاوتها زادت. هنا بقى جبت قرن كده سبايسي او قرنين سبايسي وقطعتهم تقطيعة كده مناسبة. طبعا تقدري تكتفي بقرن واحد، وتقدري كمان تستغني عنه خالص وتكتفي بفلفل رومي، وكمان تقدري تحطي الاتنين فلفل رومي وكمان فلفل حار. هنقطعها كده برضو تقطيعة حلوة، وبعد كده هنبدأ بقى نقطع كل كمية الطماطم والخيار بالشكل ده. هنا بقى هنحط شوية بقدونس حبة كده محترمين، وعلى قد ما نقدر نشيل العودان بتاعتها. هنا هنقطعه تقطيعة زي ما انتوا شايفين كده، تقطيعة برضو مناسبة. البقدونس بيديها طعم حلو جدا. وتقدري زي ما قلتلك كمان تقدري تضيفي جزرايه، بس الجزر في المرحلة دي انتي هتبشريه، بلاش تقطعيه قطع، هيبقى ناشف وانتي بتاكليه، فقطعيه ابشريه. تاني حاجة بقى في الأسرار البصل الأبيض، ما تحطيش بصل أحمر، البصل الأبيض بيبقى حلو جدا في السلطة. هنا هنقطعه كده، قسمت طبعا، مسكت البصل غسلتها ونضفتها وقطعتها نصين، وبعد كده بقطعها زي ما انتم شايفين طرنشات كده. وبعد كده بفككها بقى من بعضها، وهقسم كل واحدة كده ايه اتنين. بصوا بفككها كده، وبعد كده لو حسيت كبيرة قوي بصوا بقطعها بالشكل ده، يعني لا تبقى كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. ابدأ بقى افكك البصل كده من بعضه، وبرده هاخده وهحطه على بقية المكونات. تمام كده، تمام كده. بعد كده انا قطعت كل الخضار زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى احط التوابل، ودي اهم حاجة. انا حطيت بصل، هحط سنة فلفل اسمر، فلفل اسود، مش كتير، حاجة بسيطة، وكمان سنة كمون بسيطة جدا. طيب اهم حاجة ايه بقى في السلطة دي؟ الكزبرة الناشفة. حطي نص معلقة محترمة من الكزبرة الناشفة. طيب السر اللي بعده ايه؟ السر اللي بعده الملح، ان انت دايما بتاكليها الملح بتاعها بيبقى كده ايه، على الهادي، يعني ما تخليش الملح بتاعها طالع قوي. وبعد كده هحط كمان بابريكا، دي مش شطة، دي بابريكا.
وكمان السر بقى اللي بعد كده، انا مش عارفه كده بقوا كام سر، ان انا بجيب طماطمايه حلوه كبيره كده محترمه، وابدا ابشرها كده بشره ناعمه، وطبعا اي قشر فيها بشيله، واحط كل المكونات. يبقى حطيت سنه فلفل اسود، سنه كمون، ما تكتريش في الحاجات دي، كتري في الكزبره شويه، نص معلقه كزبره، وكمان بابريكا، وكمان طماطمايه مبشوره. بعد كده هبدأ بقى احط او اعصر عليها ليمونة حلوة كده محترمة. طبعا انت بتقدري تضاعفي الكمية زي ما انت عايزة. بعد ما عصرت الليمونة هحط معلقة خل واحدة، ما تحطيش اكتر من معلقة، عشان مش عايزاه يبقى باين قوي في السلطة. هي معلقة واحدة حلوة قوي مع الليمون. وبعد كده هبدأ بقى اقلب كل الحاجات الحلوة دي. واهم حاجة برضو الملح يبقى على الهادي. السر بقى اللي بعد كده المية الساقعة، او المية اللي هي متلجة كده بتلج. جبت ازازة كده وفضيتها كلها على الكمية بتاعتي. طبعا المية على حسب الكمية. المية دي والله والله احلى بكتير من السلطة نفسها. بجد هتعشقيها، اعمليها بالطريقة وانا واثقة انها تعجبك. جبت هنا كمان ازازة مية كمان ساعة، وبدأت اضيف كمان شوية كمان. حطيت حوالي ازازة ونص من الازازة دي، انا عاملة كمية كبيرة. وبعد كده هقلبها كويس جدا. بعد كده هعمل ايه؟ ولو عندك تلج تقدري تحطي مكعبات تلج، تقدري تحطي مكعبات تلج. هنا بقى قلبتها وبقت معانا بالشكل الخطير ده، والله جميله جدا. شفتوا بقى الميه؟ وبعد كده بتقدري تحطيها بقى في التلاجة، بتقعد معاكي زي ما انت عايزه. عشان كده بقولك قطعيها قطع كبيره، عشان ما تقعدش تبقى تتهري معانا. بصوا الميه بتاعتها تحفه، شكلها بيتكلم عن نفسها، ريحتها حلوه، طعمها احلى بكتير من اللي بتجيبيها بره. يعني بصوا سلطه من الاخر. هنا بقى ببدأ اوريكم. بصوا انا حبيت احط المية كده في كوباية عشان اوريكم شكلها. هنا بقى نحطها في بولة كده للتقديم بالشكل ده. تحفة يا جماعة، تحفة. كان نفسي اعملها من زمان في القناة، والحمد لله جه الوقت ان انا عملتها. اتمنى ان انتوا طبعا تجربوها، وان شاء الله هتعجبكم جدا. واللي يجربها بامانه عليكم يكتب لي في كومنتات اذا كانت عجبته ولا لا. وهنا كده حطينا السلطه بتاعتنا، بصوا شكلها بيتكلم عن نفسها بجد. وكمان لما تقعد اكتر الميه بتاعت السلطه دي هتبقى حمرا اكتر من كده. وده بقى الميه بتاعتنا او الويسكي بتاعنا. وده كانت سلطه النهارده. مع السلامه.